معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت. خلونا نبدأ بالموضوع بتاع حلقتنا النهاردة، وهو إنه البني آدم يخليه في حاله. عارف كده لما البني آدم يكون بيسمع حاجة ويسمعها ويوديها من الناحية التانية ويتعاطف مع البني آدم وخلاص خلصنا على كده. لكن إزاي؟ في ناس بقى تحب كده تخش في الموضوع بقى، يعني طب قوليلي بتقبضي كام؟ قوليلي هتتجوزي امتى؟ ده سؤال بائس قوي بتاع بتقبضي كام ده. ليه اصلا؟ هو ليه حد يسأل السؤال ده اصلا بجد؟ يعني انت لو انت من الورثة بتوعي تمام اسأل، هسيب لك ورقة هسيب لك ورقة قبل كده، يعني تمام براحتك عشان تبقى عارف انا بقبض كام وهسيب لك كام تمام خد وقتك يا سيدي واعرف انا باخد كام وبقبض كام. طب هتتجوزي امتى؟ طب اتجوزت هتخلفي امتى؟ طب ما تسيبونا في حالنا. مثلا يعني الراجل جبت شقة، ايه الاخبار؟ هتتجوز طيب خلاص في واحده ولا طب ليه يا جماعه؟ كاش ولا قسط؟ ما اعرفش ولو بقى. كاش دفعت فلوسها ازاي؟ بيطمنوا اكيد بقى ده يعني انت كسيب بقى ده انت معلم بقى. بقى انت شغال بقى ورايح وجاي وبتاكل وبتاع، ما انت واكل فراخ امبارح يا عم. الله اتعشي قدامي وباينه والدنيا مرتاحه والدنيا حلوه. على فكره هقول انت كلتي ايه عادي جدا. طب انا ممكن اقول انت كلت ايه؟ لا خلاص مش معلش يا جماعه خلاص. ايه السؤال الرخم اللي جالكم يا جماعه وبتحسوا كده انكم عايزين تقولوا للشخص مالكش دعوه، لو سمحت مالكش دعوه، ما تتدخلش في خصوصياتي، مالكش دعوه بشتغل ايه بكام، بقبض كام، هتجوز امتى، هخلف امتى، الحاجات دي كلها تخصني انا وشيء ما يخصكش، يعني لو سمحت بعد اذنك. يعني دينا واضح ان هي بتعاني من الاسئله. مش هتقول لنا طب واحنا على الهواء مباشره؟ ممكن عامه. كام؟ بصوا بصراحه شاوري وانا اقول لك 3 ارقام اللي بيتفرج على التي في هو اللي هيشوف. طيب عامه هو السؤال بتاع حلقه النهارده ممكن برضو تفكروا فيه بشكل تاني. يعني ايه اكتر سؤال اصلا مش بتحبوا يتسالوك؟ اكتر سؤال لما بتتسالوه ما بتبقوش مستلطفين ولا السؤال ولا اللي بيساله عامه. يعني هو انا يعني هقول لك سر مثلا، انا من الاسئله اللي ما بحبهاش خالص وتجيب معاه رد فعل عكسي تماما، مش عارف ليه. في ساعتها إيه لما حد بيقول لي مالك قافش ليه كده فبقفش. ده برضو يا عم انا مش قافش. انا لا شكلك قافش. لا انت اكيد في حاجه مزعلاك يا عم مش قافش. قول بجد. بس شكلك متضايق يا عم. مش متضايق. طب بص لو في حاجه كلمني انا معاك. يعني غريبه مع ان شكلك يا عم بقى كنت يا كويس عم انا كنت كويس لحد ما شفتك والله كنت كويس لحد ما شفتك حبيب قلبي. فدي نوع من انواع الاسئله اللي مش بستظرفها يعني. فانتوا كمان قولوا لنا ايه الاسئله اللي مش حابين اصلا انكم تتسالوها. عارف برضو في سؤال رخم قوي اللي هو انت ليه مش زي كذا اللي معاك في الشغل ده؟ حلو قوي عشان انا مش هو. ايزي روح اساله يعني اساله بقى. ايزي بس خلصت خلاص. طب بمناسبه بقى ان انا في حاجه في السؤال ده كنت عايز اطول فيها شويه. انا عارف ان السؤال ده لما بيجي من افراد العيله بيبقى كل قصدهم ان هم يدعموا ويفرحوا بيكي وفي كل الخطوات والمحطات في حياتك المهمه يبقوا موجودين وبيسابورتوا. هنفرح بيك امتى؟ اللي هو ايه في البدايه بتبتدي احنا هنفرح بيك امتى؟ طب اوكي وحصل وفرحنا. هتخلف امتى؟ البيبي امتى؟ المهم بس ان هو بقى لا في جاب بقى ما بين هنفرح بيك امتى والسؤال بتاع البيبي، ان هو بعد ما نفرح بيك على طول مش فرحته. لا في حاله اختفاء بقى. كل اللي كان بيسال ما بقاش موجود ومش بيسابورت فجاه. تيجي عند امتى البيبي بقى امتى؟ فتلاقيهم ظهروا عند السؤال تجيب البيبي. لو انتوا يا جماعه هتساهموا في مصاريف المدرسه اسالوا السؤال. عادي جدا. مصاريف المدرسه بقى والحضانه والحاجات دي كلها ساعتها اسالوا براحتكم وتمام. غير كده ارجوك خليك في حالك. الفكره بقى ان هو اصلا بعد البيبي بيجي يسالك طب ايه هتخويه امتى بقى عشان سنهم ما يبقاش بعيد عن بعض. بقى يلا بقى التاني بقى يا معلم. التاني بقى يلا مالك يا معلم يعني انت يا معلم. لو اتحشر في زوركوا سؤال خليهولك ارجوك علشان البني ادم عارف. في اللي هو بتاع فيلم مش فاكره فيلم ايه يا ربي. بعد اذنك خليك في حالك عشان احنا اساسا قرفانين. في سؤال برضو من اللي هي عارفه السؤال بتاع والشغلانه دي بقى جايبه همها معاك ولا ايه؟ اللي هو من ناحيه ايه؟ انت لو بتسال على ايه بالظبط؟ يعني فهمني سؤالك. في جزء معين يعني في شغلي حابب تعرفه او تفاصيل معينه ولا عايز تعرف المرتب على طول ولا لا هو غالبا بيحاول يكون خبز كده سنه اللي هو انا بسالك جايبه همها معاك من ناحيه الفلوس دافع اقساطك اشتغلها يعني وانا كمان ولا ما اشتغلهاش؟ لا ما يعصبنيش بقى قد يا منير السؤال اللي هو يكون الشغلانه دي حلوه قد ايه؟ ممكن اشتغلها وانت عارف 100% ان هو مش عايز يشتغلها ولا هينفع يشتغل. مش هينفع فعلا. لو سمحت روح بيتكم مش عندنا تاني. طيب الدراسات بقى بتقول ايه في المواضيع بتاع الاسئله دي؟ علشان في كلام كبير قوي بقى. في دراسه انتشرت في
Journal of Social and Personal Relationships. ده الموضوع كبير وبيوسع مننا واسامي ودراسات فعلا. الباحثين درسوا تأثير الأسئلة الشخصية غير المرغوب فيها في التفاعلات اليومية مع الناس. الدراسة وصلت لنتيجة مهمة جدا. ايه هي النتيجة؟ ان الناس مش بتتضايق من السؤال نفسه، لكن من توقيت السؤال واحساس ان حد دخل بيرسونال سبيس او مساحه شخصيه من غير ما ياخد اذن، اللي هو انت ايه اللي جابك هنا وايه اللي مقعدك هنا ومالك مرحرح كده ما هو مالك واخد راحتك ليه في الكلام معايا يا معلم. ده يرجع للناس الفضوليه برضو. يا جماعه اوقات ممكن نبص لهم من فوق لتحت او ما نردش عليهم. انا هعتمد الرد ده. بص كده اللي هو ايه ده صح ايه بصراحه رد صح لا خطير يعني. بصراحه الموضوع بيوصل لدرجه ان الواحد مش عارف ارد عليك بايه. في سؤال من الاسئله دي برضو 50-50 يعني ما تفهميش هو بيضايق ولا بس احيانا السؤال ده بيبقى كويس بس هو 50-50 يعني. في اوقات كتيره بيبقى حلو، اوقات كتيره بيبقى ملوش اي علاقه بالموضوع ومش مقبول تقريبا. السؤال اللي هو من كلمه واحده، مالك؟ برضو بقى ده زي بالظبط انت متضايق، شكلك متضايق. مالك يعني مالي؟ انت مالك؟ انت مالك انت مالك اصلا اللي مالك مش انا مالي، انت مالك ومالي. ايه تاني ممكن زي السؤال اللي هو انت شكلك خسيت، تخنين شويه. ما هو تخنت او خسيت اكيد انا ببص في المرايه الصبح قبل ما انزل طب بلاش ابص في المرايه بس دول لزاز. لا اللي بيقولوا خسيت دول لزاز جدا. لا ما انا عندي مشكله تانية في اللي هو لا بقت في حاجه دلوقتي خمسينية زياده ليه، لانه لو حد بيحرق بسرعه هو مش عايز يخس اصلا، فاللي هو مثلا تكون حرقه دمها يا حبيبه قلبي في الجيم وبالتون وفي الاخر يقول لها انت خاسه عامه. لا عايزين نتكلم في موضوع التون ده معلش. فاهمين يا جماعه ان احنا بنتون ولا؟ ايوه لو حد فاهم يا جماعه دينا بتقول ايه معلش، عشان انا قلت لها امبارح انا ناوي 2026 هعمل ترانسفورميشن وحاجات وجيم وفورمه وبتاع. قالت في ناس بتروح تتون، قالت لي انا هتون. ايه المشكله بقى؟ ورحت عامله كده انا هتون. لا ما عملتش دي، انت اللي عملتها هتون لكن هنتون اور بودي. اوكي سهله ان يفهم بقى كلمه. لو حد عارف يعني هتون السنه دي وعايز يتون معانا نتون كلنا مع دينا. مين بقى؟ عشان واحد برضو بيكون بادئ السنه وهو عارف ان هو هيخس هيتخن هيتون دايما. نفسي اتون. انا بقيت واحد من الناس اللي نفسها تون مره واحده في الحياه. يمكن يعجبني يعني، يمكن الاقي نفسي في موضوع التون ده. ممكن بس بصراحه هقول لك ليه. عشان في ناس بقت لما تروح الجيم بقت عايز تتخن. الموضوع بقى منتشر برضو علشان في ناس بتخس بسرعه وبتكون رفيعه جدا طبعا، هم مش راضيين عن ده فعايزين يتخنوا، فواحده تقوم قايله لها انت خاسه قوي. طب ما هي مش عايزه تسمع ده زيها. لا ما فيش واحده مش عايزه تسمع انت خاسه. لا والله ما فيش واحده مش عايزه تسمع انت خاسه. انا بنت وبقول لك اهو. لا مستحيل مستحيل والله. ده لو ايا كان الموضوع السيء اللي بتتكلم فيه وفي نص الكلام اديت لها واحده انت خسيتي قوي خلاص. لا لو هي بتعمل دايت الدنيا بتبقى ده لو حلوة. هي بتعمل والله دايت. لو في الفضاء والله لا صدقني. لكن بتبقى حلوه لو واحده بتعمل دايت زي ما بقول لك، لكن لما بتكون هي اصلا يا حبيبتي هتموت وتتخن والتون خلاص نعمل ايه؟ طيب نعمل ايه؟ عايزه اتون مره واحده والله. جرب والله مره مش هعمل كده تاني. اتون مره وهقول لكم كانت عامله ازاي. بس هي كانت بتقولها لي امبارح على اساس ان هي حاجه يعني العادي بنعملها لما نفضل. ما تيجي نتون؟ ما يلا نتون. ماشي. للاسف الشديد وقتنا مع حضراتكم بيعدي بسرعه كالعاده. انتم معاك في السكه مع دينا بهجت ومحمد منير.